مش المصريين دايما بيقولوا ما احنا دفنينه سوا؟ طيب تعرفوا الجملة دي جت منين؟ كان في زمان 2 اخوات من عيلة فقيرة جدا جدا، فقرهم كان صعب قوي وما كانش عندهم في الدنيا غير حمار واحد بس. الحمار ده كان كل حياتهم ومسميينه أبو صابر. في يوم من الأيام كانوا ماشيين في الصحراء رايحين من مكان لمكان، وفجأة الحمار مات. الاخوات زعلوا عليه زعل شديد، كأنه واحد من أهلهم بالظبط. ليه؟ لأنه بصراحة ما كانش عندهم غيره، هو اللي شايلهم وبيقضوا بيه كل مشاورهم ومصالحهم. عملوا إيه؟ دفنوا الحمار وقعدوا جنبه يعيطوا. عدى عليهم جماعة من الناس لقوهم قاعدين وبيعيطوا، فسألوهم مالكوا في إيه؟ قالوا لهم أبو صابر مات، ده كان شايلنا ومساعدنا ومهون علينا عيشتنا. الناس فهمت إيه بقى؟ افتكروا إن أبو صابر ده ولي صالح أو شيخ كبير. الناس اتأثرت وابتدت تجمع تبرعات وتديها للإخوات الفقراء على نية البركة والرحمة من الشيخ أبو صابر. وكمان ما وقفوش عند كده، راحوا وبنوا فوق القبر مقام أو ضريح كامل وتسمى مقام الشيخ أبو صابر. ومن ساعتها والناس لحد النهاردة فاكرة إن اللي مدفون هناك شيخ صالح اسمه أبو صابر، وهو في الحقيقة إيه؟ حمار. عدت الأيام وفي يوم من الأيام الإخوات اتخانقوا على فلوس. واحد فيهم قال للتاني والله لو ما رجعتليش حقي لاشتكيك للشيخ أبو صابر. التاني بصله قال له أنت اتجننت؟ ما احنا دفنينه سوا. ومن هنا بقى طلعت الجملة المشهورة ما احنا دفنينه سوا. ودي هي الحكاية. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. سلام.